بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله مع الدرس الرابع. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنجزء الدرس لقسمين. هننزل الدرس إن شاء الله على جزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه على الجهاز الهضمي، والجزء الثاني هنتكلم فيه على الجهاز التنفسي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الجهاز الهضمي في جسم الإنسان. عندنا بس أول حاجة مدخل الدرس، بيقول لك من أين يحصل جسم الإنسان على الطاقة؟ لو أنت سألت نفسك سؤال، يا ترى جسم الإنسان اللي هو جسمك يعني وجسمي وجسمنا كلنا، من أين يحصل جسم الإنسان على الطاقة؟ لو أنت فكرت كده، الإنسان بيحصل على الطاقة منين؟ طبعا هتقول لي مين بيحصل على الطاقة؟ عن طريق الطعام. يبقى هتقول كده يحصل الجسم على الطاقة من تناول مين؟ من تناول الطعام، ليساعده على المشي والجري والعمل. يبقى الإنسان لما يحصل على الطاقة هيقدر يمشي ويقدر يجري ويقدر يعمل. طيب لماذا يحتاج الجسم إلى الطاقة؟ يا ترى جسم الإنسان عايز ليه إلى الطاقة؟ حتى يستطيع القيام بوظائفه المختلفة، زي مين؟ زي المشي والنوم والتحدث والتنفس والتفكير. يبقى الإنسان عايز طاقة عشان جسمه يشتغل. طيب مما يتركب جسم الإنسان؟ السؤال دوت مهم جدا. مما يتركب جسم الإنسان؟ طبعا هتقول لي جسم الإنسان بيتركب من إيه؟ بيتركب من مجموعة من الأجهزة، وكل جهاز بيتكون من مجموعة من الأعضاء. تمام كده؟ والأعضاء دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من أنسجة، وكل نسيج بيتكون من خلايا. إن شاء الله الحاجات دي هناخدها بعدين. يقول لك مما يتركب جسم الإنسان، يتركب من مجموعة من الأجهزة. عندنا كم جهاز في الإنسان؟ 7 أجهزة. تمام كده؟ كل جهاز يتكون من إيه؟ يتكون من أعضاء، وكل عضو يتكون من إيه؟ من أنسجة، وفي حاجات أقل من ذلك. على مدار الأعوام الجاية إن شاء الله هناخد كل حاجة منهم. يبقى جسم الإنسان يتكون من إيه؟ يتكون من أجهزة. فالنهاردة إن شاء الله هناخد أول جهاز فيهم اللي هو مين؟ الجهاز الهضمي. طيب تعريف الجهاز الهضمي إيه يا ترى؟ هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر إيه؟ العناصر الغذائية. ودوت تعريف مهم جدا. بيقول لك إيه؟ عرف الجهاز الهضمي. هتقول له هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية. تمام؟ وساعات ممكن يجيب لك السؤال كده، يقول لك الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية هو مين؟ يقول لك اكتب المصطلح العلمي. هتقول له هو الجهاز الهضمي. طيب يا ترى ايه الهضم بقى، وهي عملية الهضم؟ عملية الهضم وهي عملية تحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد ايه؟ بسيطة يستفيد منها الجسم. انت عندك الطعام بيبقى في صورة ايه؟ صورة كاملة. عندك مثلا لو انت معاك تفاحة، التفاحة بتبقى كاملة كده زي ما هي في صورة ايه؟ دي اسمها صورة معقدة. لما انت بتقعد ايه؟ تقطم مثلا قطمة من التفاحة وتدغدغها وتنزل للمعدة تحصل لها عملية هضم، يبقى كده اسمها ايه؟ كده اتحولت من صورة معقدة، تمام كده، إلى صورة ايه؟ إلى صورة بسيطة الجسم بيستفيد منها وبيطلع منها العناصر الغذائية. بعد كده عندنا تركيب الجهاز الهضمي. يا ترى مما يتركب أو مما يتكون الجهاز الهضمي؟ طيب احنا من شوية قلنا ايه؟ إن جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة، وكل جهاز بيتكون مجموعة منين؟ مجموعة من الأعضاء. شايف الصورة اللي ظهرت قدامك دي كده؟ دي كده ايه؟ أعضاء الجهاز الهضمي عند الإنسان. وهم كم عضو عندك السنة دي؟ عندك 7 أعضاء. بيبدأوا بمين؟ أول حاجة الفم. انت لما بتاخد الطعام بتبدأ ايه؟ تحطه جوه فمك وتمضغ الطعام. بعد كده الطعام بتعمل ايه بعد ما تدغدغه؟ بينزل على حاجة اسمها البلعوم. حتى انت بتقول ايه؟ انا ببلع الاكل او ببلع الطعام. يبقى البلعوم هو المسؤول عن عملية مين؟ عملية البلع. تمام؟ ادي الفم بتاعتك اهي. وبعد كده عندك مين؟ البلعوم اللي هو هنا اهو. ده اسمه البلعوم، اسمه البلعوم. طيب بعد البلعوم عندك حاجة اسمها ايه؟ اسمها المريء. شايف كده الحتة اللي قدامك دي كده؟ دي اسمها المريء. عبارة عن أنبوبة عضلية متصلة بالبلعوم لغاية الحتة اللي بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو المعدة. يبقى رابع حاجة عندي في أعضاء الجهاز الهضمي مين؟ المعدة. المعدة اللي بينزل فيها إيه؟ بينزل فيها الطعام. بعد المعدة في حاجة اسمها الأمعاء الدقيقة اللي هي جوه دي. دي كده اسمها الأمعاء الدقيقة.
تمام. بعد الامعاء الدقيقه عندك مين؟ الامعاء الغليظه اللي هي موجوده في الجنب دي اسمها كده الامعاء مين؟ الامعاء الغليظه. تمام كده. طيب واخر حاجه عندك مين؟ فتحه الاخراج او فتحه الشرج. يبقى احفظ دي معايا كده. يبقى تركيب الجهاز الهضمي من كام عضو؟ 7 اعضاء. اول حاجه الفم، بعد كده البلعوم، بعد كده المريء، بعد كده المعده، بعد كده الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه وفتحه الاخراج او فتحه مين؟ الشرج. كده احنا عرفنا تركيب الجهاز الهضمي. هنبدأ ناخد بقى كل حاجة ايه على حدة. عندك أول حاجة الفم. هو الفم موجود جوه ايه؟ هتقول لي موجود جوه الأسنان. وموجود جوه الفم ايه تاني؟ موجود جوه اللسان. وعندك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها اللعاب. تمام كده. يبقى ايه ده؟ يبدأ هضم الطعام من الفم وتفتيته إلى قطع صغيرة عن طريق الأسنان. الأسنان بتعمل ايه؟ بتمسك الطعام تفتته إلى قطع صغيرة. ويوجد بالفم زي ما قلت لك من شوية، يوجد عندك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها اللعاب. طب اللعاب ده بيعمل ايه؟ عارف انت الريق اللي موجود عندك في بقك دوت اللي هو المية اللي موجودة دي؟ يقول لك ابلع ريقك كده. شايف الريق دوت اللي هو اللعاب. يقوم بترطيب الطعام ليسهل بلعه. ليسهل ايه؟ بلعه. طيب عندك ايه تاني؟ عندك الاسنان واللسان. الاسنان بتعمل على طحن الطعام، واللسان بيعمل على تقليب الطعام ومزجه، يعني خلطه بمين؟ باللعاب. يبقى انت كده خلصنا اول حاجة مين؟ الفم. عرفنا الفم يبدأ فيه أول حاجة هضم الطعام. يبقى لو جالك سؤال كده يا جماعة، هضم الطعام بيتم أول حاجة فين؟ يبدأ فين؟ يبدأ بالفم. تمام. بعد كده عندك البلعوم. طبعا احنا عارفين البلعوم موجود فين؟ قلنا في الجزء دوت. موجود فين؟ عند اللوز بالظبط كده. طيب انت بتاكل الطعام وتمضغه، وبعد ما تمضغه وتدغدغه بيحصل ايه؟ بتبلعه عن طريق مين؟ البلعوم. طب ايه البلعوم دوت؟ هو تجويف مشترك. تجويف ايه؟ مشترك. يؤدي إلى كل من المريء، اللي هو المريء الموجود فين؟ الموجود عندك في الجهاز الهضمي. وعندك القصبة الهوائية اللي هناخدها إن شاء الله في الدرس الجاي، اللي موجودة في الجهاز مين؟ الجهاز التنفسي. يبقى المريء دوت في الجهاز مين؟ الهضمي. أما القصبة الهوائية في مين؟ في الجهاز التنفسي. وهناخدوه المرة الجاية. يبقى أهم حاجة تبقى عارف مين؟ البلعوم هو تجويف مشترك. تجويف إيه؟ مشترك يؤدي إلى كل من مين؟ المريء والقصبة الهوائية. تمام. بعد كده عندك المريء اللي هو الحتة النازلة دي كده، دي اسمها إيه؟ اسمها المريء. طيب المريء ده عبارة عن أنبوبة عضلية. أنبوبة عضلية يمر فيها الطعام إلى مين؟ إلى المعدة. يبقى المريء موجود بعد البلعوم. تمام كده. والمريء عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنبوبة عضلية يمر فيها الطعام إلى مين؟ إلى المعدة. بعد كده عندك المعدة. تمام كده. اللي هي الحتة اللي هو الكيس الكبير دوت كده. تمام. دي اسمها كده إيه؟ اسمها المعدة. احنا قلنا إن عندك المريء عبارة عن إيه؟ أنبوبة عضلية. الطعام بإيه؟ بينزل فيها. تمام كده. يمر من مين؟ من البلعوم إلى مين؟ إلى المعدة. طب يا ترى بيحصل جوه المعدة إيه؟ بيقول لك يظل فيها الطعام لعدة ساعات. وركز فيها قوي. يبقى خلي بالك، الطعام بيظل جوه المعدة لعدة ايه؟ عدة ساعات، إلى أن يتحول إلى سائل. يتحول إلى سائل عن طريق خلطه بالعصارة المعدية اللي هي اسمها إنزيمات. يعني إيه إنزيمات؟ يعني العصارة المعدية. العصارة المعدية. بعد كده تقوم عضلات المعدة بتحريك الطعام اللي هو بقى سائل ودفعه إلى مع مين؟ إلى الأمعاء الدقيقة. هنكرر تاني. الطعام بيفضل جوه المعدة عدة ساعات إلى أن يتحول إلى إيه؟ يتحول إلى سائل عن طريق مين؟ عن طريق خلطه بالعصارة المعدية اللي اسمها إنزيمات. بعد ما يبقى سائل تقوم عضلة المعدة بتحريك الطعام اللي هو بقى سائل ودفعه إلى مين؟ إلى الأمعاء الدقيقة. بعد كده هنخش على الأمعاء الدقيقة اللي هي عبارة عن إيه يا شباب؟ شايفين دي كده الجزء ده كده؟ ده الأمعاء الدقيقة. عبارة عن أنبوبة طويلة طولها 6 أمتار تقريبا. سبحان الله، كل ده موجود جوه بطن الإنسان. عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنبوبة طويلة طولها 6 أمتار تقريبا. تصب فيها حاجتين: عصارات الكبد وعصارات مين؟ البنكرياس. يبقى خلي بالك، الكبد دوت تبع مين؟ الجهاز الهضمي. والبنكرياس تبع مين؟ الجهاز الهضمي. مما يساعد على هضم الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية إيه؟ عناصر غذائية بسيطة. يبقى خد بالك قوي واعرف الحتة دي. الأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوبة طويلة 6 أمتار تقريبا،
تصب فيها حاجتين: عصارات الكبد والبنكرياس، مما يساعد على هضم الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية بسيطة. وبعد كده تمتص جدران الأمعاء الدقيقة العناصر الغذائية، فتنفذ إلى شعيرات دموية تقوم بنقلها إلى مين؟ إلى الدم الذي يوزعها على كل أجزاء الجسم. وركز في الحتة دي، بعد ما الطعام بيتم هضمه كامل، يبقى الهضم الكامل بيتم فين؟ في الأمعاء الدقيقة. خد بالك، الهضم الكامل مش بيتم جوه المعدة، لا، بيتم جوه الأمعاء الدقيقة. بعد ما يتم هضمه كاملا بيتحول إلى عناصر غذائية بسيطة. طيب الأمعاء الدقيقة دي بتحوطها من بره كده شعيرات شعيرات دموية. الشعيرات الدموية دي بتمتص العناصر الغذائية اللي هي موجود فيها الطاقة، بتديها لمين؟ بتديها للدم. بعد كده الدم بيوزعها على كل أجزاء مين؟ أجزاء الجسم. بعد الأمعاء الدقيقة بيروح فين؟ الأكل بيروح على الأمعاء الغليظة. تمام؟ طيب الأمعاء الغليظة دي بتعمل إيه؟ اللي هي الجزء ده كده، الأمعاء الغليظة. بيقول لك تمتص السوائل من الطعام. يبقى مين اللي بيمتص السوائل من الطعام؟ الأمعاء الغليظة هي اللي بتمتص السوائل من الطعام غير المهضوم. يعني الطعام اللي اتهضم خلاص وتحول إلى عناصر غذائية، الدم بياخد مين؟ بياخد منه العناصر الغذائية. طيب والأكل اللي هو ما اتهضمش أو اللي غير مهضوم بيحصل إيه؟ الأمعاء الغليظة بتمتص منه السوائل، تمام كده، وبعد كده يتم طرد الفضلات اللي فيه اللي هو عبارة عن براز خارج الجسم عن طريق فتحة مين؟ فتحة الشرج. احنا كده خدنا تركيب الجهاز الهضمي، بيتكون من كام يا جماعة؟ من 7 أعضاء. تمام كده، احفظهم بالترتيب. أول حاجة الفم، بعد الفم عندك مين؟ عندك البلعوم، بعد البلعوم عندك مين؟ عندك المريء، بعد المريء عندك مين؟ عندك المعدة، بعد المعدة أمعاء دقيقة، بعد الأمعاء الدقيقة أمعاء غليظة، بعد الأمعاء الغليظة فتحة الشرج. تمام كده، وخد بالك الأمعاء الدقيقة الأول وبعد كده بيروح للأمعاء مين؟ الأمعاء الغليظة. طيب ازاي احافظ على الجهاز الهضمي؟ طبعا ربنا عز وجل خلق لنا الاجهزه دي كلها عشان تشتغل جوه جسم الانسان. ازاي بقى نقدر نحافظ عليها؟ اول حاجه يجب مضغ الطعام جيدا. يبقى عشان احافظ على الجهاز الهضمي اول حاجه مضغ الطعام جيدا. تاني حاجه عدم الافراط في تناول الاطعمه المحتويه على كميات كبيره من المواد الدهنيه. يعني الدهون الكتيره ما ينفعش اكلها، علشان خاطر دي بتأثر على الجهاز الهضمي. تالت حاجة الابتعاد عن مكسبات الطعم واللون والرائحة. الابتعاد عن مكسبات الطعم واللون والرائحة اللي موجودة في الشيبسي والكاراتيه والحاجات الكتيرة دي. تمام. رابع حاجة الامتناع عن شراء الطعام من الباعة الجائلين، اللي هو الطعام اللي بيبقى موجود عليه اللي هو مكشوف، بيمر عليه ذباب ويمر على الحاجات الوحشة دي كلها. يبقى الامتناع عن شراء الطعام من الباعة الجائلين. خامس حاجة ممارسة الرياضة بانتظام. وسادس حاجة الابتعاد عن التدخين، طبعا هو حرام شرعا، برضو بيعمل حاجة اسمها بيعمل عسر هضم. التدخين بيعمل عسر عسر هضم. تمام كده، كده احنا خلصنا الجهاز الهضمي. يتبقى يا شباب بقى زي ما اتعودنا بعد ما نخلص الدرس لازم نحل أسئلة على الدرس. عندنا السؤال الأول هنا بيقول لك ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. حاول تجاوب معايا كده، يلا بينا. اول سؤال بيقول لك تعمل نقط على مزج الطعام وطحنه داخل الفم. مين اللي بيعمل على مزجه؟ الاسنان فقط ولا الاسنان واللسان؟ هتقولي طبعا مين؟ الاسنان واللسان. طيب انبوب يساعد على دفع الطعام الى المعده يسمى مين؟ هل القصبه الهوائيه ولا المريء؟ طبعا المريء، لان القصبه الهوائيه دي خاصه بمين؟ بالجهاز التنفسي اللي هناخدوه الجزء الثاني ان شاء الله الحصه الجايه. طيب عندك الجهاز الهضمي مسؤول عن تنفس الكائنات ولا هضم الطعام ولا توزيع الدم؟ طبعا هو هضم الطعام. يبقى الجهاز الهضمي مسؤول عن هضم الطعام في جسم الكائن الحي او الانسان. طيب السؤال الرابع بيقول لك يبدأ هضم الطعام في نقط. احنا قلنا من شوية يبدأ هضم الطعام فين؟ برافو عليك، فين؟ في الفم. يبقى يبدأ هضم الطعام في الفم مش المعدة ولا الأمعاء الدقيقة. تمام. طيب السؤال الخامس بيقول لك تمتص نقط السوائل من الطعام غير المهضوم. قلنا مين اللي بيمتص السوائل من الطعام غير المهضوم؟ برافو عليك، اللي قال الامعاء الغليظه. برافو، الامعاء مين؟ الغليظه. طبعا بتتبقى على هيئه فضلات بتخرج خارج خارج الجسم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اكتب المفهوم العلمي، يعني المصطلح العلمي. العضو الذي يتم فيه عمليه هضم الطعام بصوره كامله اللي هو مين يا شباب؟
انا قلت لك الهضم الكامل بيتم فين؟ في الامعاء الدقيقة. الأمعاء مين؟ الدقيقة. طيب السؤال التاني بيقول لك عملية تحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد بسيطة يستفيد منها الجسم، اللي هي اسمها عملية مين دي؟ عملية الإيه؟ برافو عليك اللي قال عملية الهضم. يبقى الهضم هو إيه يا شباب؟ وتحويل الغذاء من مواد معقدة إلى مواد بسيطة يستفيد منها مين؟ الجسم. السؤال التالت بعد كده بيقول لك عبارة عن أنبوبة عضلية يمر فيها الطعام إلى المعدة، اللي هو مين؟ المريء. ويعرف اسمه كده واحفظه، اسمه ايه؟ المريء. محدش يقول لي المرء، اسمه المريء. طيب السؤال الرابع، الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وإمداد الجسم بالعناصر الغذائية هو مين؟ أول ما أقول لك جهاز يبقى الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي. طيب خامس سؤال عندي بيقول لي ايه؟ العضو الذي يظل الطعام به لعدة ساعات. احنا قلنا العضو اللي الطعام بيفضل فيه عدة ساعات وبيتحط عليه الانزيمات فيتحول لسائل، اسمه ايه العضو دوت؟ برافو عليك، اسمه ايه؟ المعدة. جميل. اخر سؤال معانا النهارده بيقول لك اكتب مسار الطعام داخل جسم الانسان. احنا قلنا اول حاجة بيخش مين؟ الى الفم. بعد الفم بيروح لمين؟ بيروح الى البلعوم. بعد البلعوم بيروح لمين؟ بيروح المريء. طيب بعد المريء بيروح مين؟ المعدة. بعد المعدة بيروح للأمعاء الدقيقة. طب بعد الأمعاء الدقيقة بيروح مين؟ الأمعاء الغليظة بالترتيب. وآخر حاجة فتحة الشرج. تمام يا جماعة؟ الحاجات دي مهمة جدا جدا، والدرس مهم جدا يا جماعة، بيجي في الامتحان كتير، ودرس سهل ايه وايه مفيد ليك كتير قوي. تمام؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناة اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات ان شاء الله وهجاوبك عليه. وان شاء الله اشوفكم في الجزء الثاني من الدرس دوت ان شاء الله، واشوفكم على خير في دروس جاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.